الحق كده كده جاي، صبرتي او استعجلتي كده كده جاي، بس ما تقعديش قاعده منتظره. خلينا بقى في اللي جاي. يعني انا النهارده مثلا اتسرقت، اتظلمت، حصل معايا موقف، حصل معايا شيء جه عليا، طب انا مش قادره اغيره او اتصرف دلوقتي، خلاص كل السبل مفيش في ايدي حاجه، لا حول ليا ولا قوه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى خلاص اقفل الصفحه دي واسلمها كده في ايد ربنا سبحانه وتعالى، واكمل انا اشوف هعمل ايه وهتصرف ازاي وهكمل حياتي ازاي واعيش ازاي. واللي ظلم واللي سرق واللي خدع واللي غدر واللي كذب واللي اذى واللي خان هياخد، هياخدها خلاص، هياخد اللي عمله. اي حاجه احنا بنعملها هتلف وهترجع تاني. هترجع فين؟ عند مصدرها، لانها مفيش مكان هتخرج منه. انت النهارده عملتي حاجه، انت المصدر، انت المنبع بتاعها، هي هتلف وهتترد لك امتى وازاي، وبقى ارباحها خير ولا شر هترجع. ده سنه ربنا في الارض وفي خلقه في الكون. هتعود لاصلها تاني، مطرح ما خرجت هتلف وهترجع لها تاني. فربنا في كتابه العزيز، وفي ناس فسرت الآية دي بأكتر من تفسير اختلفت معاها، وقدموا لأنفسكم، هي ليها أكتر من معنى، كل المعاني هتمشي. انت بتقدمي لنفسك، بتقدمي لنفسك في الدنيا، بتقدمي لنفسك في الآخرة، بتقدمي لنفسك في كل وقت. الآيات كتير والمعاني كتير مفتوحة. فالحاجة اللي عملتي، حتى لو انت رميتي حاجة وعملتيها حلوة مع بني آدم لا يستحق، هو مش أهل له، نكار خير، نكار جميل، بياخد وبيأذي، ما بيديش، ما بيعملش. لو فضلتي قاعدة تندبي على الحاجة دي ومحصورة وزعلانة ومقهورة عشان مستنية التقدير بتاعها وتعود عليكي، انت الخسرانة، بتضيعي كل اللي انت عملتيه. لكن لما تستعوضي ربنا فيها وتخليها لوجه الله، وان انا عملت كده واتقيت ربنا وقدمت كل محبة وكل خير وكل حب، وانا منتظرة ان انا في يوم من الايام اقابل الحاجات الحلوة اللي انا عملتها في حد هو مش اهل لها ولا يستحقها، من حد تاني من عند ربنا، في طريق تاني، في سكة تانية من اشخاص اخرى، وانت على يقين ان انت اهل ليها، هترجع لك تاني، لان انت خلاص سلمتي لله. لكن لو انت مش مسلمه لله وفضلتي قاعده محصوره ومقهوره عليها اللي انت عملتيه كله الطيب والحلو كله، صدقيني هو مش هيجيلك، انت مش عاملاه لوجه الله، او مش مستعوضه ربنا، او مش موكله ربنا. فقاعده عماله بقى توتعبي في نفسك وتشيلي وتحطي. بالظبط الدنيا قد كده. انا دايما لما بقعد افكر كده مع نفسي واقول هو البني ادم بيعمل كل ده ليه؟ هو متوسط عمر البني ادم كام؟ بقول المتوسط مش بقول اقصى حاجه. طب اقصى حاجه هيعيش قد ايه؟ طب يخلصوا هوا مع سرعه الوقت اللي احنا فيها. مفيش حد بيفضل على حاله، ومفاجآت الايام صعبه، ربنا يكفينا شرها. اللهم اكفنا شر ما في الغيب. الايام ما بتخليش حد على حاله، فجاه كل حاجه بتتغير. هو ايه اللي